دي بقى ابسط طريقه لكحك العيد بكميه سمنه اقل وفي نفس الوقت كحكايه ناعمه وبتدوب في البق مع حشوه عجميه رهيبه مظبوطه وناجحه ومستحيل تنشف في الكحك. هحتاج هنا كيلو من الدقيق، وبستخدم دايما دقيق جميع الاغراض او جميع الاستعمالات. بحط عليه ربع معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من ريحه الكحك، وممكن تستعملوا بدلها المحلب المطحون او تكتفوا بس بنكهه السمنه البلدي، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من السمسم المحمص، نص كوبايه من السكر البودره، وبحرك كل المكونات الجافه دي مع بعض كويس جدا. احتاج بقى الكيلو الدقيق هنا نص كيلو من السمنه، يعني 500 جرام من السمنه تكون بارده بحراره التلاجة. استخدمنا في الوصفه اللي فاتت 600 جرام، احنا هنا هنستخدم 500 جرام بس، وهنقلل كمان كميه السوائل عشان تطلع الكحكايه ناعمه. هنبس بقى السمنه مع المكونات الجافه كويس قوي لغايه ما تبقى كريمي كده. لو بالعجان هتاخد دقيقتين 3 بس، ولو على الايد ممكن 10 12 دقيقه لغايه ما يبقى قوامها ناعم كده. بعد ما نبسهم كويس هنبدا نزود المكونات السائله. هنا ممكن تستخدموا حليب او ميه. هستخدم هنا نص كوبايه ميه وهدوب فيها معلقه صغيره من الخميره، وهاخدها احطها كده على خليط الدقيق بالسمنه وابدا الم العجينه بالطريقه دي. بمجرد العجينه ما تلم كده بنوقف تقليب ونبدا بقى نلمها بايدينا كده ونريحها بس لمده 10 دقائق قبل التشكيل. انا هنا قللت كميه الميه عن الوصفه اللي فاتت، يعني بدل كوبايه الا ربع استخدمت نص كوبايه بس، لان احنا قللنا كميه السمنه. وهنا تعالوا نحضر اظبط وانجح طريقه للعجميه. معلقتين كبار من السمنه يسخنوا كويس، بنزل بمعلقتين كبار من الدقيق وبحمص الدقيق كده لغايه ما ياخد لون ذهبي. بعد كده بنزل بمعلقتين كبار من السمسم المحمص وبديهم تقليبه كده مع السمنه والدقيق. لو هتستخدموا سمسم ابيض مش محمص يبقى تحطوه في البدايه مع السمنه علشان يلحق ياخد تحميصه حلوه كده مع السمنه. بقلب بقى السمسم كده تقليبتين معاهم، وبعد كده بنزل بكوبايه من عسل النحل، وبزود عليهم معلقه صغيره من ريحه الكحك بتدي طعم وريحه حلوين جدا للعجميه. بعد ما بتضيفوا عسل النحل بتحسوا ان القوام بقى خفيف قوي كده واشبه بالميه، ولكن هتهدوا النار في الخطوه دي وتقلبوا باستمرار. ومع التقليب هتبداوا تلاحظوا ان القوام بدا يتقل معاكم شويه بشويه، وخدوا بالكم احنا مش محتاجينها تتقل قوي على النار والا هتكون ناشفه جدا بعد ما تبرد، فلازم تنزلوها بنفس القوام ده وتحطوها في طبق بقى وتسيبوها على جنب تبرد تماما، بعدين تشكلوها كور. وده سمكها بعد ما بردت ماسكه نفسها وفي نفس الوقت طريه مش ناشفه، وضروري تحضروها من البدايه خالص قبل ما تبداوا في تحضير الكحك علشان تلحق تبرد. وهنا بقى هنبدا نشكل الكحك. بناخد كور صغيره كده من العجين بحجم الليمونه الصغيره مثلا، ونبدا نكورها ما بين ايدينا ونبصم عليها بالبصامه. وهنا ممكن تستخدموا المنقاش او البصامه او مكبس الكحك، اللي مش عنده اي حاجه في دول ممكن يضغط عليها ضغطه بسيطه كده بالايد وبالسكينه يعمل خطوط سطحيه كده على الكحكايه من فوق بالطول وبالعرض، هتديكم نفس شكل البصامه. وهنا هنبدا نشكل الكحك بالعجميه. بناخد بقى كره العجين وبنبدا نعمل فيها تجويف بالطريقه دي، وفي النص بنحط حشوه العجميه ونقفل عليها كويس جدا. مهم تتاكدوا ان مفيش اي حته من الحشوه باينه، وبرده تكوروها كده ما بين ايديكم وبالبصامه تدوها بصمه خفيفه قوي من فوق. وطبعا تقدروا تغيروا في الحشوه زي ما انتم حابين، ممكن تحشوا ملبن او مكسرات او عجوه عجميه. انا بالنسبه لي ما بحبش قوي حشوه العجوه او التمر في الكحك، بحسه بيقلب شويه على منين. بحب اكتر حشوه الملبن والعجميه، طبعا العجميه سيده الحشوات كلها. بحب برضو الكحك الساده، وبحب بالمكسرات، فعملت شويه كده بالمكسرات. حشيت كل كحكايه كده بواحده من عين الجمل، بحطها كده في النص وبقفل عليها عجينه الكحك كويس واكورها برضو وابصم عليها بالبصامه. وبالنسبه بقى للتسويه، الكحك الساده هيستوي في فرن ساخن من قبل على حراره 180، الرف الاوسط من 20 ل 25 دقيقه. ممكن في اخر 5 دقائق كده تحتاجوا تفتحوا الشوايه علشان ياخد لون من فوق. اما بقى الكحك المحشي بالعجميه فانا جربت فيه طريقتين، الطريقه اللي بتقول ان لازم درجه الحراره تبقى اعلى حاجه علشان ما يفتحش في الفرن، وللاسف دي جربتها وفعلا الكحك فتح معايا والحشوه خرجت منه، فرجعت تاني اسويه بطريقتي اللي انا متعوده عليها، اللي هو بسويه على درجه حراره هاديه اقل من الوسط على 160. وكانت النتيجه ان الكحك طالع زي الفل، يعني ولا فتح في الفرن ولا الحشوه خرجت ولا نشفت ولا اي حاجه. بس اهم حاجه ما تفتحوش عليه الشوايه. وجربوا برضو الطريقتين في كميه بسيطه قوي، يعني كحكتين مثلا في الصينيه، وتاكدوا اي طريقه تظبط معاكم. وبس كده، شوفوا الكحك طالع يجنن ازاي ومحتفظ بنقشته وبيدوب في البق، وحشوه العجميه من جوه طريه وما نشفتش خالص جواه. بتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وشكرا جدا ليكم والسلام عليكم.